السلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هاد الكريب هادو مالحين اللي كيجيو لذاذ بزاف وناجحين 100% بواحد العماره اللي خطيره، كلها معلكه وما تشبعوش منها، واهم حاجه اقتصاديه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت مولينكس ودرت فيها بيضه وحده. المهم بالنسبه للمقادير اللي غادي نعطيكم، خرجوا لي 4 ديال الكريب، 4 ديال الحبات كبار. نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه ديالكم كما شفتوا معايا. درت بيضه وحده وغادي نضيف واحد 4 كاس ديال الزيت، تقدروا تعوضوه بالزبده، بواحد المعلقه ديال الزبده كبيره. غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال المعدنوس، كان عندي في المجمد تقريبا واحد المعلقه كبيره، غيعطيني اللون وغيعطيني حتى المذاق زوين. وغادي نضيف شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. بالنسبه للمذاق تقدروا تعوضوا المعدنوس بالزعتر ولا بالفرماج ولا بتومه بودغ، اي مذاق كيعجبكم ولا بغيتو يجيكم في العجينه ديال الكريب ديالكم تقدروا تعوضوه بها. هنايا ضفت واحد الكاس ديال الحليب صافي. هنا طحنت المكونات ديالي كاملين دوك السوائل، وغادي نضيف عليهم واحد 150 غرام ديال الدقيق كما شفتوا، وغادي نطحنهم مزيان حتى نحصلوا على هذا القوام هذا كما شفتوا معايا. ما يكونش عاقد، يكون سائل مزيان بحال هكا. صافي كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 3 دقائق، وكنبدا نطيبهم بهذه الطريقه هذه. صافي مرما طيبت الكريب ديالي غادي نخليهم يرتاحوا، وغادي ندوز نوجد معكم الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد الكريب. هنا درت مقيله فيها شويه ديال الزيت، ودرت واحد البصله كبيره شلطتها مزيان، غنحطها تشحر. قد ما تشحر ليا خديت واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها تقريبا واحد الكاس ديال الحليب العنبه مع 2 المعالق ديال الدقيق باش نقادو البشاميل ديالنا. كنحاول نخلطها مزيان ديك الدقيق مع الحليب. غادي نضيف له شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. الا كانت عندكم الكوزه حتى هي ضيفوها، انا ما كانتش عندي، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين لهاد البشاميل، انا ما كانتش عندي هنايا. المهم الا كانت عندكم حكوا شي شويه منها. صافي غنديرها حتى هي طيب. هنايا راه البصله تهدات ليا، غنضيف عليها واحد الفص ديال الثوم محكوك، وغادي نزيد لادان ديالي ولا الدجاج ديالي. صافي هنايا كما شفتوا معايا البشاميل ديالي وجدات، وضفت لها شويه ديال الفرماج. غادي نخلطها مزيان بهذه الطريقه هذه وغادي نخليوها تبرد. صافي بالنسبه لداك لادان اللي درت مع الثومه والبصله راه تشحروا. بالنسبه للعطريه درت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخرقوم. غادي نخلطهم مزيان. هاد العماره هذه كتجي لذيذه بزاف بزاف ومعلكه، وكتحط لنا واحد الكميه اللي كبيره. صافي غادي نحاول نشحرهم مزيان بهذه الطريقه هذه حتى يشرب لنا داك لادان ديال البصله ديك العطريه كما كتشوفوا معايا، ونحسوا بديك التعميره تعلكات مزيان ونخليوها تبرد. صافي هنا غادي نبدا نشكل معكم لي كريب ونبداو نعمروهم كما شفتوا. صافي درتهم، درت شويه ديال البشاميل، ديك البشاميل اللي وجدنا درت منها شي شويه، ودرت ديك العماره ديال لادان ديال البصله بهذه الطريقه. غادي نضيف عليها واحد المربع ديال الجبن الشيدر، تقدروا تضيفوا اي جبن عندكم كيزيد لها واحد التعليكه خطيره من الداخل. صافي غادي نجمعوها بهذه الطريقه هذه كما شفتوا. انا غنعاود معكم واحده اخرى. كناخذوا ديك العجينه. المهم بالنسبه للجهه القداميه اللي كتكون محمره شي شويه درتها من اللور باش تبقى ليا في الوجه، وهذه الجهه اللورانيه ديال لاكريب. صافي غادي ندير فيها شويه ديال ديك البشاميل، وغادي ندير شويه من ديك العماره كما شفتوا معايا. صافي وغادي ندير الفرماج كما قلت لكم، ديروا اي نوع ديال الجبن اللي متوفر عندكم، وغادي نطويها بهذه الطريقه هذه. نتوما ديروا لهم كيف ما بغيتوا. صافي كما شفتوا معايا. صافي من بعد ما كملت التعمر ديالهم كاملين، صافي هنا درتهم في واحد المقيله اللي غندخلها للفران، وغندهنهم بديك البشاميل اللي وجدنا.
كما شفتوا معايا. تقدروا تخليوهم غير بديك الطريقه تاكلوهم غير هكاك. المهم انايا غادي ندخلهم باش يتحمروا شي شويه. درت لهم ديك البشاميل وغادي ندير شويه ديال الموتزاريلا من الفوق محكوكه بحال هكا. صافي غادي ندخلهم للفران اللي مشعول من الفوق حتى يتحمروا لينا شي شويه، ياخذوا لنا واحد اللون ذهبي ونطفيو عليهم وكيجيو بنانين بزاف بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وكنتمنى تشجعوني بواحد لايك وسبسكرايب باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، وتهلاو لي فراسكم.